أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في موضوع مهم قوي، إزاي نستخدم الذكاء الاصطناعي ونطلع منه بأحسن نتائج ممكنة. أهلا بيك. فعلا الموضوع ده شاغل ناس كتير. الفكرة اللي هنتكلم فيها النهاردة يعني مستوحاة من كذا مصدر، وبتقول إن التعامل مع ال AI ده شوية شبه الطبخ. إزاي يعني؟ يعني لما تنظم المكونات بتاعتك اللي هي البيانات مثلا وتدي تعليمات واضحة، النتيجة بتكون أحسن بكتير، زي الوصفة المنظمة والوصفة اللي كله داخل في بعضه. تمام، فهمت قصدك. ودي المشكلة اللي بنشوفها دايما، صح؟ بالظبط. الناس بتزهق لما تلاقي ردود ال AI مش واضحة أو يعني مش دقيقة، وده غالبا سببه إننا بنرمي كل حاجة في الطلب مرة واحدة. مظبوط. المصادر اللي بنبص عليها النهاردة بتركز قوي على أهمية الوضوح والدقة. لازم الطلب يكون متفصل ومنظم عشان الأداة دي تدينا أقصى استفادة منها. طيب خلينا نبدأ بأول نقطة رئيسية من المصادر دي: مشكلة خلط كل حاجة ببعض. يعني التعليمات مع البيانات مع الأمثلة كله في فقرة واحدة. دي بتحصل كتير. زي مثلا أقول لل AI: بص، عايز تحليل للمبيعات. إحنا في يناير بعنا بحوالي 50,000، وبعدين فبراير نزلنا شوية ل 45,000، بس الحمد لله مارس طلعنا جامد ل 62,000، وأبريل كان كويس عند 58,000. شوف لي كده الترند إيه وقول لي نعمل إيه. هنا كله سايح على بعضه يعني. تمام، والمثال ده بيوضح المشكلة جدا. المصدر الأول بقى بيقدم حل بيسميه التقنية السحرية، وهي ببساطة زي ما كنت بتقول الفصل. إزاي بقى؟ يعني بدل الطلب الملخبط ده نقسمه. ممكن نستخدم عناوين بسيطة أو حتى علامات زي XML لو حد متقدم شوية، بس الفكرة الأساسية هي الفصل. نقول مثلا: لو سمحت حلل البيانات دي، شوف اتجاهات النمو إيه، واقترح توصيتين واضحين. وبعدين قسم تاني: يناير 50,000، فبراير 45,000، مارس 62,000، أبريل 58,000. كده أوضح بكتير فعلا، كأنك بتديله ملفات منفصلة. بالظبط كده. ال AI بيركز على كل جزء لوحده، وده بيخلي فهمه للمهمة أعمق والنتيجة أدق. والفوائد كمان، يعني مش بس الدقة، ده بيخلي التعديل أسهل بعد كده لو حبيت أغير رقم أو أزود شهر مثلا، أو حتى أغير التعليمات نفسها. مظبوط جدا. تخيل لو عندك طلب كبير لتخطيط رحلة أو كتابة إيميل شغل معقد، التنظيم ده هيفرق جامد. طب سؤال هنا: هل ده معناه إن الذكاء الاصطناعي يعني غبي شوية، مش بيعرف يفهم لو الكلام دخل في بعضه؟ إمتى الفصل ده بيبقى ضروري قوي؟ هو سؤال وجيه بصراحة. هي مش فكرة إنه غبي قد ما هي فكرة تقليل احتمالات سوء الفهم. يعني كل ما الطلب كان معقد وفيه بيانات كتير وتفاصيل، كل ما الفصل ده بقى أهم عشان نضمن إن النتيجة تطلع زي ما احنا عايزين بالظبط. يعني في الطلبات البسيطة ممكن نمشيها. ممكن يعديها. لكن لو بتعمل تحليل بيانات بجد أو بتكتب مقال محتاج دقة عالية، التنظيم ده بيقفل باب كبير قوي للغلطات أو الهلوسة اللي بنسمعها عنها دي. ومش لازم الموضوع يبقى معقد، يعني مجرد عناوين بسيطة بتفرق. تمام، يبقى علامات الطلب المنظم، أقسام واضحة، فصل البيانات عن التعليمات، وعلامات الطلب المشوش كله مخلوط على بعضه، البيانات مدفونة وسط الكلام، التعليمات نفسها مش واضحة. بالظبط كده. كلام جميل. كده غطينا نقطة التنظيم، بس المصادر بتتكلم عن حاجة تانية كمان مرتبطة بدي، وهي شكل النتيجة بقى. دي نقطة مهمة جدا برضو. يعني خلاص نظمت طلبي وكله تمام، بس ممكن الإجابة تجيلي كبلوك كلام كبير وأنا اضطر أقعد أنسقه من الأول. إزاي أتحكم في شكل المخرجات؟ دي بقى نقطة القوة التانية اللي المصادر بتركز عليها. بدل ما تستنى تشوف النتيجة هتطلع ازاي، لا انت اللي تحدد. قول لي AI انت عايز الإجابة شكلها ايه. زي إيه مثلا؟ يعني لو بتقارن بين منتجات، اطلب النتيجة في جدول. لو بتشرح خطوات، اطلبها في قائمة مرقمة أو نقطية. لو عايز ملخص سريع تقدمه لحد، اطلب ملخص تنفيذي أو executive summary يتحط في الأول. حلوة قوي. حتى لو عايز سيناريو حوار، ممكن تطلبه بشكل حوار. التحديد المسبق ده بيوفر وقت رهيب بعدين. وفي نقطة تانية عجبتني جدا في المصادر دي، وهي تحديد أسلوب الكتابة أو التون. أكيد، دي بتفرق كتير قوي. يعني هل أنا عايز الرد يكون رسمي جدا عشان هبعته للإدارة العليا، ولا عايزه حماسي وجذاب عشان بوست لفيسبوك مثلا، ولا بسيط وودي كأني بكلم صاحبي، ولا يمكن أسلوب مبدع عشان ألفت الانتباه؟ بالظبط. تحديد الأسلوب ده بيخلي الرد مش بس صح، لا بيخليه مناسب للسياق وللجمهور اللي هيقراه. بس هنا ممكن حد يسأل:
هل التحديد الدقيق قوي للشكل والأسلوب ده ممكن يقتل إبداع النموذج؟ لو أنا عايز حاجة مبتكرة مش متوقعة؟ لا، هو العكس غالبا. يعني لما بتدي ال AI هيكل واضح يمشي عليه، هو بيقدر يركز طاقته الإبداعية جوه الهيكل ده. بدل ما يضيع وقت ومجهود يخمن انت عايز ايه بالظبط، هو بيوظف قدراته عشان يملالك الهيكل ده بمحتوى كويس ومبتكر بالشكل اللي انت طالبه. ادينا مثال كده يوضح الفرق. تمام. بدل ما تقول طلب عام زي حل للمنافسين بتوعي، ممكن تقول طلب أقوى وأوضح: اعمل جدول مقارنة بين المنتج بتاعي ومنتجات 3 منافسين رئيسيين، مع التركيز على نقاط القوة والضعف والأسعار، واستخدم أسلوب تحليلي وموضوعي. كده بتحدد له الملعب اللي يلعب فيه بالظبط. مظبوط. أو مثال تاني، بدل اعملي خطة تسويقية، قول جهز خطة تسويقية للربع القادم، تتضمن 5 أفكار رئيسية للحملات، وكل فكرة مشروحة في نقاط واضحة، مع تحديد الميزانية المقترحة والجمهور المستهدف لكل فكرة بأسلوب عملي ومباشر. فعلا الفرق واضح. والمصادر كمان ذكرت حاجات أدق في التنسيق، زي تحديد الطول. صح، ممكن تطلب عدد كلمات معين أو عدد صفحات أو حتى أسطر. عايز ملخص للمقالة دي في حدود 150 كلمة. أو نوع المخرج نفسه، جهز النص ده عشان ينفع بوست للينكدين أو اكتب لي إيميل بالمعلومات دي. تمام. وكمان مستوى التفصيل، يعني هل بتشرح لمدير عايز الزتونة، ولا لحد مش متخصص محتاج تبسيط، ولا الخبراء محتاجين تفاصيل عميقة؟ كل ده ممكن تحدده. ادينا أمثلة سريعة كده للتنسيق المتقدم ده. مثلا نصايح صحية، بدل الطلب العام اديني نصايح للحفاظ على الصحة، ممكن تقول اعرض لي 10 نصايح لممارسة الرياضة في البيت للمبتدئين. كل نصيحة في سطر لوحدها مرقمة ومعاها رمز تعبيري إيموجي بسيط، والأسلوب يكون مشجع وإيجابي. حلو جدا. أو وصفة أكل، بدل إزاي أعمل كشري اطلب اديني وصفة الكشري بتنسيق واضح، جدول بالمقادير والأوزان، ثم الخطوات مرقمة بالتفصيل، قسم للنصايح عشان يطلع مظبوط، وتحديد وقت التحضير ووقت الطهي. النتيجة كده بتبقى قابلة للاستخدام على طول. كلام زي الفل. يبقى الخلاصة اللي طلعنا بيها من المصادر دي واضحة جدا. عشان ناخد نتائج أفضل وأسرع من الذكاء الاصطناعي محتاجين حاجتين أساسيتين. إيه هما؟ أولاً، ننظم الطلب نفسه كويس، نفصل مكوناته: تعليمات، بيانات، أمثلة، كل حاجة لوحدها. تانياً، نحدد بالظبط احنا عايزين النتيجة شكلها إيه وأسلوبها عامل إزاي. مظبوط. والنصيحة العملية اللي عجبتني، قبل ما تدوس انتر خد لحظة كده وتخيل شكل الإجابة المثالية اللي انت عايزها. هل طلبك ده هيوصلك ليها؟ تمام جدا. ولو تسمح لي أضيف نقطة أخيرة كده للتفكير، مستوحاة برضو من اللي قريناه. أكيد، تفضلي. احنا اتكلمنا عن تنظيم الطلب وتنسيق المخرجات. طيب ايه رأيك لو جربنا كمان نطلب من ال AI نفسه انه يشرح لنا هو فكر ازاي، او ايه الخطوات اللي مشي عليها عشان يوصل للإجابة دي؟ يعني يدينا الريزنينج بتاعه قبل النتيجة النهائية. فكرة مثيرة للاهتمام دي، زي التفكير خطوة بخطوة. بالظبط. هل ده ممكن يزود ثقتنا في الردود، او حتى يخلي الردود نفسها جودتها اعلى لانه بيراجع تفكيره؟ دي حاجة ممكن نجربها ونشوف تأثيرها. فعلا نقطة ممتازة نختم بها. شكرا جدا على النقاش المفيد ده. الشكر لي.